بدنا نحكي عن قصة كبيرة للشرق الأوسط. ليش انحذفت محافظة الأنبار يلي في العراق من خرائط جوجل؟ وليش انحذفت صحراء سيناء يلي في مصر من الخرائط؟ كل اشي بسبب خطة إسرائيل عشان تحتل الشرق الأوسط. إسرائيل بتحاول تخلي كل الفلسطينيين اللي داخل غزة إنهم يرحلوا للجنوب، وهيك إشي صعب يصير عشان جنوب غزة صغير مقارنة بعدد سكان غزة، وكثير ناس طلعت من الشمال للجنوب، ولكن في ناس رافضة إنها تطلع، وهيك إشي الجيش الإسرائيلي مخطط له ودارسه كويس، وبدهم يخلوا الشمال كامل فاضي عشان يحتلوه ويدخلوا بالجيش بالدبابات، ويخلوا الناس اللي بالجنوب تطلع من معبر رفح على مصر إلى صحراء سيناء بحجة إنهم يبعدوا عن الحرب. الرئيس المصري وملك الأردن رفضوا هيك إشي، ورفضوا إنهم يطلعوا من غزة لمعبر رفح ومن الضفة إلى الأردن عشان عارفين الخطة كاملة، وبرضه أسباب ثانية لو صار هيك إشي راح يصير ضغط كبير على مصر إنها تعطي الصحراء للفلسطينيين يعيشوا فيها. أو تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى مصر معناه ببساطة أنه هيحدث أيضا أمر مماثل، هو تهجير الفلسطينيين من الضفة إلى الأردن، وبالتالي يبقى فكرة الدولة الفلسطينية اللي احنا بنتكلم عليها غير قابلة للتنفيذ. The first part of the question on the issues of refugees coming to Jordan, and I think I can quite strongly speak on behalf not only Jordan as a nation but of our friends in Egypt. وفي خطة ثانية سمعت فيها من كثير ناس ومن يوتيوبر اسمها خطة قناة غوريون. هي خطة بديلة لقناة السويس. إسرائيل بتخطط تبني قناة تمتد من البحر الأبيض المتوسط للبحر الأحمر، وهيك بيكون صار عندهم قناة تربط بين الغرب والشرق، وإذا صار هيك إشي راح تصير أهم من قناة السويس. يعني هيك إشي راح يربط بين دول أوروبا والشرق الأوسط ويصير من أهم المعابر، عشان راح يكون أقصر معبر يربط بين الشرق والغرب. والصهيوني حكى عن موضوع وصار يحكي بجهز لإشي يربط بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. אני הולך לבשר לכם בשורה גדולה. ישראל נמצאת במוקד של פרויקט בינלאומי חסר תקדים, פרויקט שיחבר תשתיות בין אסיה לאירופה. החיבור הזה יגשים חזון רב שנים, שישנה את פני המזרח התיכון, את פניה של ישראל, והוא גם ישפיע על העולם כולו. החזון הזה מתחיל בהודו, עובר דרך איחוד האמירויות, ערב הסעודית. وحاليا نشوف الموضوع اللي حكينا عليه بداية الحلقة، هو حذف صحراء سيناء ومحافظة العراق. لو فتنا على خرائط جوجل وبحثنا في صحراء سيناء مش راح نلاقي اسمها، بنلاقي الخريطة ولكن بالعادة الاسم بيكون موجود، بس حاليا الاسم مش موجود. وحتى محافظة الأنبار الموجودة في العراق لو بحثت عنها مش راح تلاقيها، وراح تلاقي مغير اسمها لاسم توليها، والمحافظة هاي ما إلها أي معلومات. إسرائيل حاليا بتخطط لإشي كبير. الشعب الفلسطيني لما يطلع من غزة على سيناء ومن الضفة على الأردن ويتم ترحيلهم من الأردن إلى المحافظة اللي اسمها توليها، وهيك بيكونوا احتلوا فلسطين، ولكن هيك إشي مش راح يصير وراح تظل بنفسهم. أنا حاليا بحكي لك عن مخططات قاعدين يخططوا لإلها، وبنفس الوقت الوضع بخوف عشان الوطن العربي اللي إحنا فيه ما قدرنا ندخل مساعدات إلا بموافقة منهم. أما الغرب دخلوا أسلحة وجيوش وكل إشي، وإحنا مساعدات ما قدرنا ندخل. طيب ليش الجيش العربي يدخل ويحارب الجيش الإسرائيلي ونرجع الأراضي الفلسطينية؟ بدي أحكي لك إنه إسرائيل عندها مفاعلات نووية، وأمريكا بنفسها بتحميهم على مستوى النووي والأسلحة كثير أقوى منا. أما قوة الجيوش هيك جيش رقصات سهل بالنسبة لنا. وقاعدين نشوف دعم غربي كبير لإسرائيل، وبالسوشيال ميديا بيخفوا يلي بننشر عنه وبندعم فيه، وبينشروا بس الأشياء اللي بتعجبهم، وإذا بتحكي إشي عن فلسطين راح ينحذف حسابك. ورئيس شركات الانستغرام والفيسبوك هو شخص يهودي يعني داعم لإسرائيل. وحاليا نحكي عن مخططهم لدولة إسرائيل الكبرى. بمخططاتهم بدهم دولتهم تكون من النيل للفرات، يعني يتوسعوا عشان ياخذوا الشرق الأوسط كامل. وفي صورة شايفينها قدامكم حاليا بيحكوا إنه هاي الصورة أخذوها للمقاومة الفلسطينية لما دخلوا مستوطنات حدود غزة، وهاي الصورة بترسم لك المخطط يلي بيفكروا فيه عشان إسرائيل الكبرى. الموضوع صار يكبر كثير، وأمريكا صارت داعم كبير لإسرائيل، أرسلت دبابات ومدافع وكل المساعدات، والصين قبل فترة أرسلت 6 سفن حربية للشرق الأوسط، وبوتين بيهدد أمريكا وبيحكي لهم إنه مجهز صواريخ. يعني الثلاث دول هاي بلش الصراع بينهم، بلشت الحرب تقريبا. هيك إشي ممكن يسبب حرب عالمية ثالثة وعلى الأراضي الخاصة فينا. وحاليا بدي تدعوا لأخواننا في غزة الله يحميهم وينصرهم. وهيك بكون وصلت لنهاية فيديو اليوم. لا تنسى تعطيني لايك للفيديو عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس. كان معكم الباشا، سلام.